لو ضوافرك بتتكسر ومش بتطول جربي الطريقة دي وهتشوفي الفرق بنفسك. ودي ابسط 5 من تجهيزات العيد. أول حاجة في شوية غلطات لازم تتجنبيها لو عايزة ضوافرك تطول. أول غلطة إنك تعرضي ضوافرك للمية والمنظفات لفترة طويلة، الأفضل إنك تلبسي جلافز وقت التنظيف. تاني غلطة برد ضوافر في اتجاهين، المفروض لما تيجي تبردي ضوافرك يكون في اتجاه واحد عشان الضوافر متضعفش ومتتكسرش. دلوقتي هقولك على وصفتين تقدري تعملي أي واحدة فيهم تكون مناسبة ليكي. أول وصفة هتجيبي كام فص توم ترسيهم كويس وبعد كده هتضيفي عليهم غطا من زيت الزيتون. هتفركي الخليط ضوافرك كويس خصوصا عند الجلد اللي حوالين الضافر وتحت الضافر. تسيبي الزيت على ايدك حوالي 15 دقيقة. ممكن تعملي الخطوة دي قبل النوم وتلبسي جلافز قطن وتسيبيه طول الليل عشان يتخلص من ريحة التوم. هتجيبي نص ليمونة وتفركي بيها ضوافرك كويس، ده هيمنع الضوافر ان هي تصفر وهيخلي شكلها انضف. الوصفة التانية تجيبي كمية متساوية من زيت الثوم وزيت الليمون، أضيف عليهم زيت زيتون أو زيت جوز الهند، تخلطيهم كويس وبعد كده هتحطي الخليط في أي علبة مانيكير فاضية وهتحطيه على ضوافرك كل يوم قبل النوم. مهم جدا بعد كل مرة تغسلي فيها ايدك أو تعرضيها للمية انك ترطبي ضوافرك والجلد اللي حوالين الضوافر بأي هاند كريم أو بطبقة خفيفة من الفازلين. الخطوة دي بتحافظ على رطوبة الضوافر وبتقويها. على الاستمرار على الخطوات دي تلاحظي ان ضوافرك بقت أقوى وبتطول بشكل أفضل.